حق الوالدين أعظم حق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أبواك أيها المسلم رعاك الله لهما حق عظيم عليك بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يسقط حقهما ولو كانا كافرين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن نبيه وخليله إبراهيم وجعل يقول لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، ويتودد إليه بقوله يا أبت إلى أن قال له لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا كان جوابه؟ سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.